أجمل حلويات النهاردة معايا، لا هي جلاش ولا بسبوسة، حاجة كده يعني فوق الخيال، اللهم بارك. أنا كان عندي بقى لفة جلاش كده في الفريزر، تايهة كده في الفريزر، قُلت والله لا مطلعاها أعملها أحلى حاجة لأولادي، اللهم بارك. شايفين حضراتكم متماسكة إزاي ومقرمشة كده وطعمها خطير جدًا. هنعملها مع بعض ومهما تاكلوا منها مش هتشبعوا من حلاوتها بصراحة يعني. الحاجات اللي ما بتتعمل في البيت بتبقى برضه ليها طعم تاني خالص، كفاية إن هي من إيدِك يا ست الكل. هنعملها مع بعض معاكم، يالّا بينا، بسم الله. عندي هنا لفة الجلاش، باروح مقطعاها كده شرائح كده، اللهم بارك. دي أقطعها كلها، شايفين حضراتكم؟ ما شاء الله. هنا بقى أنا هنا بقى قطعتها كلها زي ما حضراتكم كده شايفين، بانزل عليها بمعلقتين من السكر العادي جدًا، وآدي 3 معالق كبار من السمنة عندِك بتحطيهم، وكمان اللي بازوّد هنا معلقة كبيرة من دقيق البسبوسة، ما شاء الله. هنا بقى بادخّل كل الجلاش معايا كده في خليط السمنة، باشبّع الجلاش زي إيه، بتبِسّي كده الجلاش زي ما إحنا بنقول إيه، في العجين معايا، ما شاء الله. مجهّزة طبعًا صينية دهنها كويس جدًا من السمنة، باروح فاردة خليط الجلاش معاكِ، مش بياخد منِّك أي وقت خالص في التسوية، يعني مش بييجي يعني تِلت ساعة بتلاقيها الصينية، ما فيش أجمل من كده خالص. بافرد بقى كده بإيدي كده وأضبّط الصينية، وعلى وش الصينية باروح جايبة سمنة ما شاء الله، عاملاها كده زي ما حضراتكم كده شايفين، وادخّلها الفرن جدًا، مجهّزة لها العسل، وكمان مجهّزة عندي كوباية حليب مع معلقة من الكاستر ممسوحة، بادوّب اللبن واروح نازلة على العسل معايا كده واقلّبهم كويس جدًا، وارُش كده بقى العسل مع الحليب مع الكاستر، واسيبها تبرد تمامًا معايا وتتشرّب العسل معايا، ما شاء الله. العسل كوباية سكر على كوباية من المَيّة، ما شاء الله. آدي واسيبها تغلي 5 دقايق واروح طافية عليه خالص، ما شاء الله. شايفين حضراتكم تماسكت إزاي، والعسل اتشرب منها وبقت حاجة خطيرة جدًا، ومهما تاكلوا منها مش هتشبعوا خالص. يعني أتمنى إن هي تعجبكم، مش تنسوا تجربوها وتكتبي لي تعليقاتكم، وأتمنى إن حضراتكم تتابعوني على صفحتي على اليوتيوب. شكرًا جزيلًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.